فانت هاتي حاجه نظيفه واعملي حاجه نظيفه عشان تبقي مرتاحه وانت بتاكليها. تمام. عندك اهو. تمام. شايفه دلوقتي معايا في الصوره باين ان السمسم اتحمص لونه اتغير وبقى ذهبي. ماشي. والسمنه بتاعتي قدحت. ما تقدحوش السمنه في علبه الصاجه بتاعتها، اقدحوها في حاجه ألمونيا او حاجه تيفال عشان خاطر ما تسودش. ماشي. عندي هنا الدقيق هنزل عليه اهو بالسمسم والسمنه المحمصين. بصوا اللون دهب اهو، دهب. هو ده الطعم بقى اللي احنا بنبقى عايزينه ومش عارفين ازاي نوصل اهو. وطبعا انا عامله كيلو دقيق حاطه له 350 جرام سمنه عشان يبقى وسط، ولا هو محطوط له 250 جرام فيبقى ناشف، ولا هو محطوط له 500 جرام فيبقى ناعم. لا، الوسط ده من ساعه ما جربته وانا مرتاحه فيه. جربوه وان شاء الله يعجبكم. انا هنا بنزل اهو بقيه السمسم المحمص معايا. ماشي. وادي الفوران اهو، السمنه بتفور على الدقيق. انا كده تمام. عملت ايه؟ طعم كحك مظبوط. ماشي. دلوقتي اول ما ابتدي ان انا اشتغل بتبقى السمنه سخنه جدا، فانا مش هعرف ان انا ادخل ايدي فيها. فهدخل كده معلقه خشب في الاول ان انا ابرد السمنه وادمجها مع الدقيق. هبتدي ان انا اقلب بيها اللي هو ايه، بس يعني على ما تهدى وتبرد وابتدي احط فيها ايدي. مش هينفع ان انا احط ايدي دلوقتي خالص. تمام. بصوا السمنه لسه بتفور اهيت مع الدقيق. يعني انا كان نفسي تكونوا موجودين معايا عشان تشموا الريحه الفزه الجميله اللي طالعه دلوقتي. بفضل اقلب كده. تمام. لحد ما هي تبتدي بقى. بفضل مستمرة كده مع التقليب لحد ما احس خلاص ان انا اقدر احط ايدي اشتغل فيها. احط ايدي. طبعا لو انت عندك ميكسر او عجان تمام ممكن تشتغلي فيه. انا بحاول ابسط الامور للناس البسيطه اللي ما عندهاش ميكسر او عجان، فبحاول اشتغل بايدي. وبحب ان انا اشتغل بايدي عشان احس بفرحه تحضير الكحك اصلا. ماشي. فانت لو عندك عجان هيبقى طبعا الطريقه او التحضير هيبقى اسهل من كده، ولكن انا بحب ابسط الامور للناس البسيطه اللي ما عندهاش امكانيات في ان هي تعملها باقل طرق بسيطة ممكنة في البيت أو بأقل حاجة متوفرة عنده. تمام. دلوقتي بقى خلاص أنا دلوقتي أقدر أحط إيدي، فدلوقتي هفضل أبسه كده. طبعا مرحلة البس إن أنا أبسه كده دي أهم حاجة. فبتاخد من 10 دقايق لربع ساعة إن أنا بفضل أبس الدقيق ما بين إيديا، باخده بالطريقة دي وأفضل أبسه كده لحد ما أنعمه وأخلي كل الدقيق يشرب كل السمنة وكله يبقى مفرفت معايا كده مرمل. وأبقى ده اللي هيخلي الكحكاية تبقى من جوه حلوة وما تعجنش واحنا بناكلها. تمام كده. انا بعد مرحلة البس بصوا بقت عاملة ازاي اهي. دي المرحلة اللي انا عايزة اوصلها. ماشي. انا بسيت اهو. عدى مرحلة 10 دقايق قعدت ابس فيهم بايدي كويس لحد ما العجينة كلها اتشربت السمنة وبقت بالمستوى ده. في الوقت ده هبتدي انزل باللبن الدافي اللي كنت حاطة فيه الفانيليا وجوز الهند وبش